السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا واصحابنا رجالة تانية ثانوي. أخيرا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. محاضرة النهاردة جميلة وسهلة ولذيذة. اوعى بقى تبدأ تانية ثانوي مراكمة وتقول إن أنا كده سنة نقل وأي كلام. السنة دي خلي بالك معتمد عليها اعتماد كلي تالتة ثانوي، إذا كان من المهارات اللي أنت هتكتسبها أو من الشغل اللي هتتعود عليه بإيدك. تخيل تكون داخل تالتة ثانوي الماتش الحقيقي وأنت مش سخن، مش متمرن، مش جاهز، هتقعد كتير قوي بتلم اللي فاتك. فليه ما نذاكر والموضوع سهل وبسيط وهيخلص معانا على طول. طبعا المنهج اتأخر شوية على ما نزل، ولكن ده عادي جدا، ما تقلقش خالص. المنهج جاهز، المنهج جميل، شرحناه السنين اللي فاتت، المواضيع بسيطة خالص. منهجك يا صديقي مكون من ايه؟ مكون من ميكس ما بين اولى ثانوي اللي كانت فيزياء السنة اللي فاتت وبرده تانية ثانوي. المنهج جميل، ما تحسش ان هو ايه ده منهج سنتين علينا، لا خالص. اصلا منهج اولى ثانوي كان لذيذ خالص وبسيط خالص، فايه دخلك السنه دي وبرده في حاجات اتشالت وحاجات خفت، فالموضوع بقى جميل والمنهج بقى جميل، فما تقلقش خالص من النقطه دي. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. موضوع النهارده وحصه النهارده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن القياس الفيزيائي، وده موضوع لو تعرف اي حد ده الحاجه الوحيده اللي انت ماشي بيها طول حياتك. تخيل رحت لعمه بتاع الخضري وقلت له انا عايز 5، هيقول لك 5 ايه؟ لا مؤاخذه، 5 ايه؟ انت عايز 5 من ايه؟ 5 كيلو؟ طب انت لو رحت عند راجل بتاع السلك هتلاقيه بيبيع بالكيلو وتلاقيه بيبيع بالمتر، انت عايز تشتري انهي؟ فهنبدا لازم كل رقم لازم يبقى وراه وحده، ودي حاجه هندرسها النهارده باذن الله. لازم برضو اعرف اقيس الجهاز. انا دلوقتي واحد وزنه 90 كيلو، قول ما شاء الله ما شاء الله. انا دلوقتي واقف على الارض صح؟ عايز اقيس وزني. هل ينفع اجيب مسطره واقيس وزني؟ ما ينفعش. هل ينفع اجيب مسطره واقيس بيها اقول لك احسب لي مثلا الساعه كام دلوقتي، تقول لي وريني المسطره وتحسب؟ مستحيل. يبقى هو ده موضوع حصه النهارده. حصه النهارده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن القياس الفيزيائي، العمليه كامله بنعملها ازاي. الموضوع بسيط وسهل وما تقلقش خالص. عايزك وانا بكتب او وانا بتكلم انت بتردد معايا ايه اللي بيتقال، واوعى تسرح خالص. ركزت؟ ركز، خليك مركز. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بينا نبدأ. طيب أنا يا صديقي عشان أقيس أي حاجة، إيه هو القياس الفيزيائي؟ لو أنا عايز أقيس أي حاجة في الدنيا، قلت لك لو عايز أقيس طولي فلازم أقف جنب المتر الكبير ده اللي هو بيكون على الحيطة. لو أنا عايز أقيس مثلا غرفة أوضة أو مثلا حمام أو مش عارف إيه، بجيب المتر، فاكره اللي هو إيه بيتجر كده ويتشد وأنت تروح شده وتروح سايبه فيروح مرزوع في صباع أخوك أو كده. وطبعا خناقة إيه البيوت المشهوره دي. لو انت عايز تقف على ميزان فعشان تقيس وزن، يبقى القياس يا صديقي ان انا مثلا معايا القلم ده وعايز اقيسه فبجيب المسطره وبقيسه، ده اسمه القياس. تعال بقى نفهم عمليه القياس وتعالى نفصصها. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. عمليه القياس دي عباره عن ايه يا صديقي؟ زي ما قلت لك عندك قلم، انا عايز اشتري قلم زي ده يا مستر، بس انا مش عارف طول القلم ده كام. تعال نفكر. طول القلم ده بالنسبه لي مجهول ولا معلوم؟ لا يا مستر ده مجهول، انا مش عارف هو طوله كام وعايز اعرف عشان اشتري واحد زيه. طب انا لو عايز اقيس طول القلم ده اقيسه ازاي؟ واحد هيقول لي يا مستر ما انت من شويه قلت لي اجيب المسطره. جبنا المسطره، بعد ما عملت المسطره جبت المسطره هعمل ايه؟ هقارن القلم بالمسطره، فشوف مثلا القلم ده طلع 12 سم فدي تكون كده طول القلم، يبقى انا عرفت القلم كده. طب انت لما عملت كده تعال نحللها بقى شويه فيزياء. صلي على النبي. اول حاجه القلم ده كميه مجهوله ولا كميه معلومه؟ لا يا مستر ده مجهول، ده انا اصلا مش عارف هو طوله كام. طب المسطره دي يا مستر انا عارفها كميه معلومه ولا مجهوله؟ لا كميه معلومه. المسطره متعايره فيها سنتي واثنين وثلاثه لحد مثلا 20. يبقى انا قدرت اعمل ايه؟ اجيب قلم كميه مجهوله اقارنها بكميه معلومه. جبت كمية مجهولة قارنتها بكمية معلومة، بس قال لك أنا عندي شرط. إيه الشرط ده؟ عشان أقارن حاجتين ببعض منطقي جدا يكونوا من نفس النوع. هل لما أقول لك قيس لي طول القلم ده تحطه على ميزان؟ ينفع؟ هل لما أجي أقول لك احسب لي الزمن بدل ما تجيب لي ساعة تروح جايب لي مسطرة؟ ممنوع طبعا، ما ينفعش، الكلام ده غلط خالص. فلما اجي اقول لك هي مقارنه كميه مجهوله بكميه معلومه تقول لي الشرط بتاعها ايه؟ من نفس النوع. جميل. طيب تعال نفكر في حاجه. هل مثلا ايه يا مستر مثلا دي كلها؟ انا مثلا عايز اقيس طول احمد ده، هل ينفع اجيب
مسطره اللي هي الصغيره دي واقعد اقيس كده تك 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 تك، مستحيل تكون دقيقه جدا. انما بجيب المتر اللي هو بيتشد اللي بيتجر ده واثبته عليا واقف كده واروح قايس واروح قايس يطلع معايا مظبوطه. فيبقى انا عندي شرط في القياس. هل ينفع مثلا ميزان بيقيس جرامات خفيف خالص، بيقيس جرامات يا دوبك جرامات 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 حاجات كده يا دوبك ايه شعره، واجي حاطط عليه 3 كيلو طماطم اي حاجه ارمي، هل هيقيس؟ مش هيقيس. يبقى انا عندي شرط كمان ان المفروض الكميه المجهوله تكون اقل من الكميه المعلومه. يعني مثلا يا مستر لو انا جبت القلم ده ورحت جايب مسطره صغنطوطه قد كده، هل المسطره دي هتعرف تقيس القلم؟ واحد يقول لي اقعد اعمل كده كده كده، لا انت كده بتهزر. انا محتاج مسطره تكون اكبر من القلم، عشان لما تكون اكبر من القلم مثلا تقف عند ال 18 ال 19 من ال 20. يبقى انت فهمت معايا. تعالى بقى نقول التعريف، وبعيدا بقى عن الكلام انا بحاول اكبر واوسع مداركك قبل ما ندخل على التعريف. يبقى عمليه القياس هي مقارنه كميه مجهوله بكميه معلومه شرطها تكون من نفس النوع لمعرفة كم تحتوي الأولى على الثانية. الكلام ده بقى يا مستر بالراحة خالص. هو أنا مش لما جبت ده اعتبر دي المسطرة كده، أنا هاجي أثبت الاتنين دول قصاد بعض صح؟ يبقى أنا عرفت الكمية الأولى اللي هي المجهولة قد إيه من الكمية المعلومة. يبقى لمعرفة كم تحتوي الأولى اللي هي المجهولة على الثانية اللي هي المعلومة. يبقى التعريف تعالى بقى نكتبه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عملية مين؟ القياس. بيقول لحضرتك عملية القياس التعريف اللي احنا قلناه من شوية هي ايوه قول معايا بعد اذنك مقارنة كمية، ايوه قلنا كمية مجهولة، فاكر الكلام ده ولا نسيته؟ ده احنا لسه قايلينه ما قلناش دقيقتين. مجهولة بكمية معلومة. طيب شرطها ايه؟ تكون، الكتابة باظت، تكون من نفس النوع. طيب لمعرفة كم تحتوي الأولى على الثانية. معلش التعريف تحسه طويل ولكن احنا شرحناه وقسمناه. هي مقارنة كمية مجهولة القلم اللي أنا مش عارفه بكمية معلومة المسطرة اللي أنا عارفها تكون من نفس النوع، لازم تكون من نفس النوع لمعرفة كم تحتوي الأولى القلم قد إيه من المسطرة. يبقى أنت كده عرفت مفهوم أو تعريف عملية القياس. طيب عملية القياس يا صديقي بتقسم ل3 أقسام، تعال نقسمهم. القسم الأول يا صديقي وهي طبعا لازم أكون عارف هقيس إيه، صح ولا لا؟ هو انا مثلا اقيس مثلا كتله زي ما اقيس وزن زي ما اقيس طول زي ما اقيس؟ لا طبعا مش هيكونوا زي بعض، قصدي طول وزمن وكتله، فطبعا هيكونوا مختلفين. يبقى انا لازم اعرف مثلا ممكن اقيس شده الكهرباء، ممكن اقيس حراره، في حاجات كتيره ممكن اقيس سرعه، عجل، شايف انا عمال اقيس لك في حاجات، فطبعا لازم اعرف هقيس ايه. فعندي اول حاجه وهي الكميه الفيزيائيه. يبقى اول حاجه عندي هي مين؟ الكميه الفيزيائيه. جميل، يبقى انت كده عرفت انت هتقيس ايه. طب الحاجه اللي انا هقيسها دي هقيسها بايه؟ يبقى تاني حاجه معايا واللي انا محتاجها وهي ادوات القياس، اللي هي ايه؟ ادوات القياس. طبعا الحاجات دي انت اتعرضت لها اكيد في حياتك قبل كده، فهتلاقي الكلام ده اصلا انت عارفه بس احنا حاطينه لك في كتاب، فما فرقش اي حاجه. ادوات القياس قلت لك بعد ما تقيس ورحت قلت لعمو بتاع الخضري انا عايز 5 كيلو، 5، قلت له 5 ايه؟ 5 كيلو، 5 جرام، مش عارف، ممكن في حاجات 5 باوند مثلا لو انت في انجلترا مثلا، ففي حاجات مختلفه، فانت لازم تقول له الرقم من هنا ورايح. وانت في الفيزياء اي رقم بعد كده تكتبه لازم جنبه الوحده، اي رقم تكتبه بعد كده لازم الوحده جنبه. 5 متر ولا 5 سنتي ولا 5 انش، لازم تكتب الوحده جنب الرقم. اي رقم ما جنبوش وحده بتاخد 0 في السؤال. طبعا مش 0 قوي، هيلغي لك درجه الانش. طبعا الامتحان اختيارات بس انا بكلمك كاساس وعلم، لازم تكتب الرقم جنبه للوحده. ان شاء الله اللي فيكم هيدخل هندسه هيلاقي نفس الكلام، اللي فيكم هيدخل علوم هيلاقي نفس الكلام، اللي فيكم هيدخل مثلا تربيه او حاجات اللي فيها مواد علميه برضو ودراسه وبتاع، الكلام ده كله لازم تكون عارفه
كويس. اللي هيدخل كمبيوتر ساينس برضو نفس الكلام. انت فاهم قصدي؟ الحاجات اللي فيها فيزياء او اللي فيها ارقام وكده لازم تكتب الوحدات جنبها، والبيزنس كل الحاجات ما ينفعش الرقم يتساب من غير الوحده بتاعته. خلاص؟ صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا عندي ادوات القياس. ثالث حاجه قلت لك هي مين؟ الوحدات او وحدات الوحدات او وحدات ايه؟ القياس. طبعا لازم تكون موجوده ولازم تكتبها. طيب جميل قوي. تعالى بقى نفصص ونروق على كل واحده. الكميه الفيزيائيه. قلت لك الكميه الفيزيائيه دي اللي انت هتقيسها اذا كان طول، وزن، كتله، عجله، زي ما تقيس. طيب قال لك احنا هنقسمهم جزئين. الكميه الفيزيائيه واحد الكميه الفيزيائيه هنقسمهم جزئين، والجزئين هتشرحهم دلوقتي وهتلاقيهم ابسط من بعض. انا هشرح واحده وانت هتفهم الثانيه لوحدك من غير ما نشرحها. ايه رايك في الاتفاق ده؟ جميل قوي. الكميه الفيزيائيه دي زي حاجات كتير قوي. قلت لك طول، تعالى نكتبه. مثلا طول، كتله، زمن. تعالى نكتب الثلاثه الاساسيين بتوعنا. كتله، طول، زمن. قال لك هنقسم الكميه الفيزيائيه دول لحاجتين، كميه اساسيه وكميه مشتقه. تعال نفكر. كميه اساسيه وكميه مشتقه. انا بحاول اخلي لك الدرس انت فاهمه، انت اصلا الكلام ده عارفه بالسنس من حواليك، بس انا بحاول اترجمه لك لكلام من الكتاب من غير ما تبقى زهقان خالص. الطول والكتله والزمن، الحاجات دي اساسيه ولا مشتقه؟ طبعا مستر انا اصلا مش فاهم يعني ايه اساسيه ويعني ايه مشتقه. اسالك سؤال، لما تيجي تسال يا طول، هل يا طول انت بتحتوي على كميه جواك، كميه فيزيائيه جواك؟ الطول هو طول. هل الطول حاجه غير الطول؟ لا. طب هل الكتله حاجه غير الكتله؟ لا. لما اقول لك احسب لي الكتله انت بتروح تجيب الكتله على طول. لما اقول لك احسب لي الزمن انت بتروح تحسب الزمن على طول. يبقى دي اسمها كميه اساسيه. طب يا مستر انا بالراحه مش فاهم. تعالى لما اقول لك المشتقه هتلاقي دي لوحدها نورت في دماغك وفهمتها. يبقى دي اسمها كميه ايه؟ كميه اساسيه. دي اسمها كميه اساسيه. جميل. طيب الثانيه قلت لك اسمها كميه مشتقه. مشتقه. جميل. ايه بقى الكميه المشتقه دي؟ مثلا تعالى نفكر في السرعه. تعالى نعمل باللون الاحمر زي ما عملنا هنا، وقلنا نعمل هنا مين مثلا؟ السرعه. لما اجي اسالك تقول لي السرعه يا مستر نظامها ايه في الموضوع؟ والله يا مستر واحد فاكر وشاطر او هو مسافر الساحل قال لك السرعه بتاعتي 100 كيلو في الساعه، يعني مسافه على زمن، ودي انت عارفها والمفروض حافظها صم. السرعه بتساوي المسافه على الزمن. تعالى نكتبها. يبقى السرعه بتساوي، هي ليه مكتوبه كده؟ تعالى نكتبها تاني. السرعه بتساوي مسافه على زمن. ايه ده؟ هو انا لما سالتك على السرعه جبتها لي بايه؟ مسافه وزمن. ايه ده؟ يعني السرعه دي مشتقه من حاجه تانية ولا مش مشتقه من حاجه تانية؟ لا، مشتقه من حاجه تانية. مشتقه من مين؟ المسافه اللي هي بالنسبه لك طول، والطول الرمز بتاعه كلمه لينس، هنقول الحاجات دي دلوقتي ال، والزمن الرمز بتاعه تي اللي هي تايم. يبقى انا السرعه مشتقه من المسافه ومشتقه من مين؟ ومشتقه من الزمن. جميل. طب مثلا تعالى نفكر في العجله. والله العجله يا مستر اللي انا فاكره كانت العجله بتساوي السرعه على الزمن، والسرعه اصلا بتتفك برضو لمسافه على الزمن، وفي الزمن اللي تحت انت ما جيتش جنبه. يعني ايه؟ تعالى كده اعملها لك بلون مختلف عشان اعرف الناس اللي بتتلخبط. ادي السرعه، الزمن ده اهو بالراحه خالص يا مستر. السرعه دي فكتها المسافه على زمن. طب الزمن ده انا ما كتبتوش، شايف؟ لو خبيت الزمن ده هتلاقي السرعه بتساوي مسافه على الزمن، فلو جيت بصيت هتلاقي هنا برضو في هنا زمن. يبقى طبعا العجله بتساوي المسافه على الزمن، طبعا تربيع. خلاص يا صديقي، يبقى انا كده عملت ايه برضو؟ العجله دي مشتقه من مين؟
مشتقه من السرعه والزمن. طب السرعه دي اصلا مشتقه من مين؟ من المسافه. لما يجي يسالك يقول لك العجله دي مشتقه من مين، تقول له لو سمحت العجله دي مشتقه من المسافه والزمن. وطبعا لو جه حسبها لك هتلاقيها المسافه على الزمن تربيع. ده بقى مين كده؟ دي الكميات المشتقه. من هنا بقى الضغط والقوه والشغل، وتقعد بقى تعيش بقى. والقوانين احنا هنبدا نحل الكلام ده كله. والقوانين انت ممكن لسه في قوانين ما اخدتهاش هتدرسها في المنهج. المهم تكون فاهم الطريقه اللي بنعمل منها ان هي مشتقه ولا لا. بفضل افك في الحاجات وهو هيديها لك، والموضوع بيكون جميل وسهل جدا. طيب لما يجي يسال حضرتك مثلا على حاجه زي، تعالوا نمسح دي بقى خلاص، حاجه مثلا زي الحجم. سهل الحجم ده. الحجم عباره عن ايه؟ طول في طول في طول. طب ايه ده؟ يعني الحجم لما يسألك هو مشتق من ايه؟ تقول لي مشتق من الطول. وطبعا انت عارف ان الحجم بيكون التكعيب. وخلي بالك من هنا ورايح الحروف كلها هتكون بالانجليزي، مفيش حروف بالعربي، مفيش كتابة بالعربي. طيب يا مستر، هل في كميات فيزيائية او اساسية تانية غير الثلاثة دول؟ في، هم 7 وتضاف لهم 2 9، ولكن هنقولهم قدام شوية في الحتة بتاعة الوحدات. فما تقلقش، ما تقولش هم الثلاثة دول بس، لا، بس دول مشتق منهم الأغلبية العظمى. طيب واحدة واحدة بقى كده. انت عرفت بالنسبة لي الفرق بين الكمية الفيزيائية إذا كانت مشتقة أو إذا كانت أساسية. قلت لك الأساسية، تعال بقى نكتب لهم التعريف عشان ما كتبناش التعريف. الكمية الأساسية هي الكمية الفيزيائية التي لا تعرف بكمية أخرى. قولها معايا. يبقى الكمية الفيزيائية تعريفها إيه؟ هي الكمية، طبعا أنا قلت الأساسية، هي الكمية الفيزيائية التي تعرف ولا لا تعرف؟ التي لا تعرف، أيوة، بكمية أخرى. يعني لما أقول لك الطول هو طول، لما أقول لك الكتلة هي كتلة، لما أقول لك الزمن هي زمن. طب تعالى هنا، هي الكمية، تعالى بقى نمسح شوية كده من هنا. خلاص أنت عارف الحجم كده كده، فنقول هي بقى مين؟ هي الكمية الفيزيائية التي لا تعرف ولا تعرف؟ التي تعرف بكمية، أيوة، فيزيائية أخرى. خلي بالك عشان ساعات بيجي كده يروح عامل لك تكميل مثلا، يعمل لك حاجات، فبرضو ده في الواجب. فاحنا خلينا برضو في الواجب انك لازم تبقى عارف التعريفات، فاهمها كويس، ولو ما سالش عليها في اخر السنه فانت ما خسرتش حاجه. المهم انك اتعلمت واستفدت. يبقى الكميات الفيزيائيه هي التي لا تعرف بكميه فيزيائيه اخرى. الكميات المشتقه هي الكميات التي تعرف بكميه فيزيائيه اخرى. زي قلت لك السرعه دي بالنسبه لي مسافه على زمن، اللي هي طول على زمن، يبقى دي مشتقه من الطول والزمن. وهنبدا نفك بقى القوانين كلها، ما تقلقش خالص، وهنحل عليها كمان. تعال بقى ندخل كده. انت عرفت معايا الجزء الاولاني من عمليه القياس، وهي الكميه الفيزيائيه اللي انا محتاج اقيسها، وقلنا انها لازم تكون من نفس النوع الجهاز او الاداه اللي انا بقيس بيها. يبقى تاني حاجه معايا وهي مين؟ هي ادوات القياس. تعالى نمسح السبوره وندخل على ادوات القياس. طيب تعالى بقى يا صديقي ندخل على اداه القياس او ادوات القياس. قلت لك تاني وعمال اعيد وازيد، شرطها انها تكون من نفس نوع الكميه الفيزيائيه. طيب قال لك بقى ايه؟ قال لك زمان الناس كانت بتستخدم ايه؟ تعالوا نفكر فيها مع بعض كده. زمان، ها يا جماعه، الناس كانت بتفكر ازاي زمان؟ تخيل كده انت وانت واقف، كنا مثلا زي ما انت بتلعب كوره في الشارع، هل معاك اداه تقيس الملعب؟ تقيس مكان ضربه الجزاء؟ لا، تروح عامل ايه؟ 1، تروح فاتح رجلك، 1 2 3، وتقعد تمشي خطوات، وتقعد بقى تحلف ان هي 7 مش 6، وانت تقول له انت بتمشي كده مع ابوك ومش فاكر اللعب ده. فوانت ماشي تبدا تقيس. فدي بالنسبه لي القدم، ودي على فكره لسه بيستخدموها لحد دلوقتي. طيب في عندك الذراع، انك مثلا تقول دي ذراع، 2 ذراع، 3 ذراع، 4 ذراع، وكانوا بيقيسوا بيها برضو. زمان كان بيقيس بايه تاني؟ شفت مثلا ومامتك نازله تشتري لك حته بقى لبس بتاع العيد وبتاع، تروح موقفك كده على الحيطه ومكلبشاك وافرد ظهرك وبتاع، تقعد تعمل لك 1 2 3، وتقعد من الكتف وانت مش فاهم ايه، وفي الاخر بيطلع المقاس مظبوط كانك كنت موجود. ما تعرفش ازاي، هي كده الامهات سبحان الله. طبعا ربنا يطول في عمر اللي عايش ويرحم اللي توفى.
خلينا نكمل ما نخرجش بره التركيز بتاعنا. طيب يبقى انا عندي ادوات القياس. قديما بيستخدموا ايه يا عم الحاج؟ لازم تبقى عارف الكلام ده كويس. قديما بيستخدموا حاجه جميله قوي اسمها ايه؟ مثلا ذراع، قدم، الكف. طب مثلا كانوا بيستخدموا الوقت، عايزين نعرف الوقت عدى قد ايه من الوقت، مش عارف ايه كده. الشمس، صح؟ النهار، الشمس، كانوا بيستخدموا الشمس مثلا عشان يعرفوا احنا دلوقتي مثلا بقالنا قد ايه الصبح، خلاص الليل قرب ولا لسه، الكلام ده كله. طيب حديثا بقى بدأ بقى كل جهاز، كل كمية فيزيائية اللي هي مثلا الطول، بدأ بقى يقيسها كذا جهاز مع تطور العصور. تعال بقى ندخل على الطول. مثلا الطول طبعا وانا بشرح هتلاقي صور كل الأجهزة ظهرت لك بإذن الله، يا رب ما انساش. أول حاجة الطول مثلا، انت ليه كاتبها وحشه قوي كده يا مستر؟ تعال نكتبها بلون مختلف. الطول يا صديقي عباره عن ايه؟ كميه اساسيه. قال لك بيقيسها 4 حاجات. 1 حاجه طبعا انت عارفها وجميله جدا، هي المسطره. المسطره بتقيس الاطوال اللي هي برضو مش كبيره قوي، ضخمه ولا الصغيره، بيقيس اطوال عاديه جدا جدا جدا. جه عندك قال لك جهاز تاني، ده انت عارفه، وده بيقيس الغرف، بيقيس الاوضه والاوضه ومش عارف ايه، والحمام قد ايه وكم متر، والستاره قد ايه وبتاع، اسمه الشريط المتري الشهير. هات لي المتر ياض. الشريط المتري طبعا مشهور جدا جدا جدا. تالت حاجه ورابع حاجه، ودول هم الحاجتين اللي عليك جداد السنه دي، ودول العلامه المائيه بتاعه كليه هندسه. عارف يعني ايه العلامه المائيه؟ شفت لما تيجي تعمل ايديت ببرنامج او مثلا تعمل صوره بشكل كذا، فالصوره دي يبقى فيها علامه كده تحت اسمها العلامه المائيه. دي ايه؟ اللي ختم كده، اللي هو انت دخلت هندسه لازم تعدي على الاثنين دول، فالاثنين دول انت بتعرفهم دلوقتي عشان ان شاء الله اللي فيكم يدخل هندسه يكون عارفهم. هما الاثنين اسمهم غريب شويه، واحده اسمها غريب واحده اسمها عادي. واحده العاديه اسمها المايكرو متر. الميكرومتر دي واضح ان كلمه مايكرو جايه من صغير، فاكر ميكروب؟ كلمه ميكروب جايه ان هو صغير قوي قوي قوي، فجايه من مايكرو صغير. فده جهاز بيقيس الحاجات بالمليمترات، حاجات صغيره قوي قوي قوي، وصورته هتنزل لك دلوقتي. طيب الجهاز الثاني اسمه، الثالث بقى اسمه القدمه ذات الورانيه. القدمه ذات الورانيه دي برضو بنقيس بيها قياسات صغيره، ولكن دي الميكرومتر بنقيس بيه قياسات صغيره جدا جدا جدا. ممكن يجي في السؤال يقول لك انا عايز اقيس قلم. طب مين اللي يقيس لي قلم في ال3 دول؟ يقول لك المسطره. جميل. طب مثلا انا لو عايز اقيس عربيه مثلا، طول عربيه، يبقى حاجه اكبر من المسطره فيكون الشريط المتري. الميكرومتر ده بيقيس ايه؟ بيقيس حاجات صغيره قوي، زي مثلا ممكن نستخدمه في قياس طبعا سمك الورق. قياس مين؟ سمك ايه؟ ورق. طيب القدمه ذات الورانيه، وهقول لك دلوقتي بتقيس ازاي بالظبط، ولكن هي بتقيس القطر الخارجي والداخلي بتاع اي حلقه والكلام ده كله، ودي طبعا ليها تجربه لوحدها فهنشرحها دلوقتي بالتفصيل. سيب دي، المهم تبقى عارف المسطره. مثلا لو قال لك كتاب، كراسه، مش عارف ايه، حاجه على قد المسطره، يبقى المسطره هي اللي بتقيس. حاجه كبيره زي غرفه، عربيه، مش عارف ايه، فبتقيس بالشريط المتري. الميكرومتر بيقيس الحاجات سمك، الحاجات رفيعه قوي زي سمك الورق. طبعا القدمه ذات الورانيه دي هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. خلينا نوصل الايباد عشان نشرح لك من عليه من على الرسمه. طيب يلا يا صديقي، ايه رايك بقى في العاده الحلوه دي؟ تعالى معايا. دي القدمه ذات الورانيه، ودي الشكل بتاعها كده، وبتقيس حاجتين طبعا هوريها لك دلوقتي. التركيب بتاعها عباره عن ايه؟ تدريج منزلق وتدريج ثابت. فين التدريج الثابت؟ اهو ده التدريج الثابت اللي عامل زي المسطره 1 2 3 4 5 6، ده التدريج الثابت. في تدريج منزلق، ده اللي بيتحرك، شايف اللي بيتحرك من تحت ده اسمه التدريج المنزلق. طيب التدريج المنزلق ده زي ما انت شايف هو ده عباره عن ايه؟ ببدا يا صديقي اول ما مثلا بحط غطا، بحط اي حاجه مدوره وعايز اقيس القطر بتاعها، فانت طيب انا حطيتها بالشكل ده، ببدا اقفل عليها بالتدريج المنزلق ده، بكبس كبسه خفيفه صغنطوطه كده عشان يقفل عليها. فلما يقفل عليها اقدر اقيس القطر بتاعها، اقدر اقيس القطر بتاعها. يبقى كده انا بقيس قطر خارجي ولا داخلي؟ لا،
ده القطر كله، فبالمنظر ده انا بقيس القطر الخارجي. طيب لو كان خاتم يا مستر بالمنظر ده، شايف ده بيقيس كده القطر بس من بره الخارجي. طب انا لو ركبتها على الناحيه الثانيه بتاعتها، بص هتلاقي ان هو مفتوح كده من جوه، ومن جوه بيقيس القطر الداخلي للخاتم مثلا، او اي حاجه مجوفه طبعا دايره بالشكل ده. يبقى عندي استخدامات هنقولها دلوقتي واحنا بنراجع عليها، ولكن حاليا التدريج الثابت والتدريج المنزلق. طيب جميل قوي. طيب يلا يا صديقي نكمل. ده التركيب بتاعي. التدريج الثابت ده الشرطه فيه قد ايه؟ لو اخدت بالك هتلاقي دي كده قال لك دي 1 سم 2 سم 3 سم، فانت عارف في المسطره سنتي سنتي سنتي، وجوه المسطره في حتت صغيره قوي قوي دي اسمها ملي 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 ملي. يبقى التدريج بتاعته كل شرطه من دي قد ايه يا مستر؟ 1 ملي متر. لمين؟ للشرطه الواحده. طيب يا مستر التدريج المنزلق او تدريج منزلق اللي هو بيتحرك قلت لك يمين شمال بالمنظر ده، اصغر سنه بسيطه يعني 9/10 ملي متر، اصغر منها بواحد. طيب الفرق بينهم قد ايه؟ خلي الفرق ده على جنب وهقول لك ليه دلوقتي. الفرق بين التدريج الثابت والتدريج اللي هو بيتحرك ده، طبعا الفرق بينهم هتلاقي 1 ملي متر ناقص 9/10 ملي متر يدي 1/10 ملي متر. دي سيبها وده خليه اسمه الفرق وسيبه دلوقتي ما تجيش جنبه. طيب واحده واحده صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كده عرفت ايه؟ عرفت الشرط اللي تحت دي الصغنطوطه. بص شايف الشرط الصغنطوطه دي صغيره قوي قوي قوي، دي 9/10. الفرق بينهم قد ايه؟ 1/10 ملي متر. طيب اللي ما يعوزش الملي متر دي ان شاء الله هتتشرح الحصه الجايه، ولكن الملي ده قد ايه من المتر؟ لو انا عندي المتر، خلي بالك المتر في كام سنتي؟ 100 سنتي. والمتر فيه كام ملي بقى؟ في 1000 ملي. الكلام ده هتاخده ان شاء الله الحصه الجايه، بس انا بشرح لك ان الملي ده حاجه صغيره جدا جدا جدا، يعني في 10 أس سالب 3 ملم. يعني الملي متر بتساوي 10 أس سالب 3، يعني 3 اصفار جنب 0.001. ماشي جميل قوي يا مستر، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى بقى نشرح القدمه ذات الورانيه. القدمه ذات الورانيه الاستخدامات بتاعها، يا اما بقيس قلت لك القطر الداخلي للحلقه، القطر الداخلي للحلقه. طيب جميل. يا اما بقيس ده اللي هو القطر الخارجي للحلقه، القطر الخارجي للحلقه بالمنظر ده كده زي ما انت شايف، ده القطر الخارجي بتاع الحلقه، وده كده القطر الداخلي بتاع الحلقه. طيب دي الاستخدامات بتاعتها. طيب عايزين بقى نعرف بستخدمها ازاي، ما انا مش عارف لحد دلوقتي انا بستخدمها ازاي. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى كده نجيب الحته دي بالمنظر دي كده ونبدا نفكر مع بعض واحده واحده. انا عندي كيفيه استخدامها لقياس كميه محدوده. تعالى كده واحده واحده. تعالى صديقي تعالى نشرح بقى على السبوره وانا بوريك هنقيس بيها ازاي. طب عشان نقيس تعالى ما تخيل معانا ان انا معايا غطا ازازه بالشكل ده، غطا ازازه دواء، وعايزين نقيس القطر الخارجي بتاعه. تعالى نقيسه. اول حاجه يوضع، ايوه واحده واحده، يوضع الجسم بين فكي الحلق، بين فكي القدم. الحلقه مين يا مستر؟ بص بقى الجنان بقى، ماشي يا عم، بين فكي القدمه، وبعدين ويضغط ضغط خفيف. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي جيت حطيت الغطا ده هنا، طب ما انت محتاج بقى تقفل عليه اللي هو التدريج المنزلق اللي بيتحرك ده. يبقى هو الغطا، تخيل الحته دي هنا كده، دي هنا كده، فطبعا هي واسعه عليه، فانت بتحاول تقفلها عشان تثبت الغطا جوه. بمجرد ما انت ضغطت عليها الغطا بقى ثابت، يبقى انت كده هتعرف تقيس القطر الخارجي بتاعه. خلاص، يبقى الفكره كلها انه بيضغط عليه ضغط خفيف بس عشان يقفل عليها مظبوط. دي عاديه يعني. طيب تاني حاجه بقى وانا بحسب الطول، تاني خطوه عشان احسب الطول، تعالى نحسب الطول مع بعض. اول حاجه الطول بيكون لجزئين، وانت بتقيس حاجه بالمسطره بتطلع يا عم الحاج 20
ونص مثلا سنتيمتر. دي مكونه من رقمين 29 والنص، ولما تجمعهم تطلع ب 29 ونص. تعالى بقى نقيس بالظبط بالمنظر ده الطول. لو جيت معايا هتلاقي بيقول لك الطول اكس كبيره كده زائد اكس صغنطوطه كده. ايه الاكس الكبيره دي؟ دي الرقم الكبير او الرقم الاساسي بتاعي. الاكس الصغيره دي الكسر اللي جنبها. طيب واحده واحده. ايه الرقم الكبير ده؟ الرقم الكبير ده وانت بتبص على الرسمه هنا بالشكل ده كده هتشوف الصفر واقف فين. طيب صفر كده اول سنتي، تاني سنتي لسه الصفر بتاع التدريج المنزلق ما جاش. لو جيت ركزت هتلاقي الصفر جه هنا فين؟ تعال نزوم عليه كده اهو. انا عندي حطيت الجهاز هنا، حطيت الغطا بتاعي هنا اللي انا عايز اقيس القطر الخارجي بتاعه، ورحت جايب الزالق ده رحت قافله عليه عشان يثبت جوه. يبقى انا كده بحسب بالظبط. وبعدين هبدا اشوف الصفر بتاعي جه فين. فلو جيت بصيت هتلاقي هنا 10 اللي هي 1 سم اللي هي 10 مللي، وبعد كده 2 سم اللي هي 20 مللي، وبعد كده 2 ونص اللي هي 25 مللي. تعالى بقى نحسب. هتلاقي بص لو جيت ركزت واحده واحده هتلاقي هنا 25 26 27 28 29. يبقى هو كده واقف بين ال 29 وبين ال 30. يبقى ممكن القرايه تكون 29 ونص، 29 و3 من 10، 29 و7 من 10. المهم انت عرفت ان الرقم الكبير بكام؟ ب 29. يبقى الرقم الكبير بيجي من انهي تدريج؟ بيجي من التدريج الثابت. ان الصفر ده واقف بين مين ومين؟ واقف بين ال 15 وال 16. يبقى اكيد القرايه هتكون عندي 15 ونص، 15 و7 من 10. يبقى المهم الاكس الكبيره دي بتظهر منين؟ من التدريج طبعا مين؟ الثابت. خلاص يا صديقي دي بتظهر من التدريج الثابت. ماشي. الاكس الثانيه اللي هي الاكس الصغنطوطه او الكسر بيظهر منين؟ بيقول لك بيظهر من انطباق التدريج الثابت او انطباق التدريج اللي هو المنزلق على التدريج الثابت. لما بينطبقوا على بعض دي تكون القرايه بتاعه الكسر. تعالى لازم مثال عشان تفهم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو جيت بصيت معايا في الرسمه دي هتيجي تبص هتلاقي طبعا انت شايف الشرط اللي تحت دي كلها، لازم اعمل لك بلون اسود. شايف الشرط اللي تحت دي كلها الصغنطوطه دي شايف الصغنطوطه دي كلها شرط صغيره. الشرطه اللي تنطبق على التدريج اللي فوق يبقى كانها تحسها شرطه طويله جايه من تحت مكمله لفوق. يعني هتلاقي الشرط كلها عاملين كده مثلا كده. الشرطه الوحيده اللي تلاقيها عامله كده ومكمله بالمنظر ده فوق بعض كده يبقى دي الشرطه اللي انطبق التدريج المنزلق على التدريج مين؟ الثابت. يبقى الشرطه اللي انطبق فيها التدريج دي شرطه الكسر بتاعك. فلو مثلا طلع عند الشرطه رقم 6 فهتروح قايل لي الاكس الصغيره بقى دي الاكس الثانيه اللي هو الكسر بيساوي ايه؟ انت قلت مثلا واقف عند الاشاره رقم 6، الشرطه رقم 6 يبقى 6 في 1 من 10. طب واقف عند مثلا شرطه رقم 8 يبقى 8 في 1 من 10. الواحد من 10 ده جه منين يا مستر؟ فاكر لما قلت لك خليك فاكر الفرق بين التدريج اللي فوق والتدريج اللي تحت؟ عملتها لك هنا اهي. الفرق بينهم يا صديقي هو 1 مللي فوق و9 من 10 تحت. فالفرق اللي بينهم عشان يتظبطوا كام؟ 1 من 10. يبقى بتضرب عدد الشرط في الفرق يديك القرايه مظبوطه بالتمام والكمال بالمليمتر. ودي حاجه صغيره جدا جدا جدا. خلاص يا صديقي تعالى بقى كده ناخد مثال عليها. يعني مثلا لو جيت بصيت هنا هتلاقي الشرط كلها شايف عاملين بالمنظر ده كده، مايلين كده سنه صغيره، هتحسهم مايلين كده سنه صغيره. الشرطه الوحيده اللي منطبقين على بعض هتيجي تبص تلاقيها الشرطه رقم 7. يبقى الشرطه رقم كام؟ 7. يبقى ساعتها تقول لي القرايه بتاعتي كانت 29 زائد كام؟ 7 في كام؟ في 1 من 10. الواحد من 10 ده ثابت في كل القرايات وانت بتضرب. الرقم الكبير ده قلت لك انت بتشوف التدريج الثابت واقف فين. فالصفر ده مثلا لو كان واقف هنا، تخيل كده لو كان واقف في الحته دي ما بين هنا وهنا مثلا عند الشرطه دي، فهتيجي تعد كده انا واقف عند ال 30 مللي، 31 32 33 34 35. يبقى هو واقف بين ال 35 وال 36. يبقى هي وارد تكون كام؟ 35 ونص، 35 و3 من 10. يبقى الرقم الكبير كام؟ 35 مللي. الرقم الصغير بيجي منين؟ بيجي من انطباق
الشرطه اللي تحت من التدريج المنزلق على الشرطه اللي فوق اللي هي من التدريج الثابت. انطباق الشرطتين على بعض تبان شرطه طويله، هي دي قرايه الصغير. مثلا عند الشرطه الاولى يبقى 1 في 1/10، عند الشرطه الرابعه 4 في 1/10. تعالى ناخد مثالين مش مثال. المثال الاولاني هوريك بتتحل ازاي، والمثال التاني انت ان شاء الله تحله لوحدك وبعد كده انا هحله معاك. يلا بينا يلا بينا. جايب لك المثال هنا، والمثال ده واضح وشبه اللي احنا حليناه برضه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه عندي القانون الطول، انت مش محتاج قانون بقى، انت فهمت القانون خلاص. الطول بيساوي الاكس الكبيره زائد الاكس الصغير، الطول الاساسي زائد الطول اللي هو مثلا 29 ونص 37 وكذا. طيب تعال نشوف الكبير الاول. الكبير ده سهل وبسيط، هزوم وهبدا اشوف انا واقف فين الصفر واقف فين. لما هو بس اعمل لك الزوم عشان تبقى الرسمه واضحه وجميله، فاحنا هنبص على الرسمه. هبدا ابص هل الصفر بتاع التدريج المنزلق جه؟ لسه ما جاش. انا هنا واقف عند 20 مللي، خلي بالك هنا واقف عند 25 وكده بدا يقرب. ايه يا عم البتاع دي؟ ماشي، يبقى انا هنا واقف عند ال 25. لو جيت بصيت 26 27 28 29 بين ال 29 وال 30، يبقى هي كده هتكون 29 وكذا. يبقى الرقم الكبير بتاع حضرتك هو 29 زائد محتاج احسب الشرطه او القيمه اللي هي الكسر. الكسر بيجي منين؟ انطباق الشرطه بتاعه التدريج المنزلق على الشرطه بتاعه التدريج الثابت لما بينطبقوا على بعض. لو جيت بصيت على الرسمه هتلاقي بص كده. لو جيت بقى طبعا انت المفروض بتبص على الرسمه، طبعا هي مش باينه خالص انا عارف، وهي في الكتاب اصلا مش باينه. بتقعد تشوف الشرطه دي مظبوطه هتلاقيها عامله كده، وتيجي تبص على رقم 1 مظبوطه لا تلاقيها برضو عامله كده. 2 فين يا عم انت بتجري فين؟ 3 4 5 6 بالمنظر ده هتلاقيهم كلهم مش مظبوطين. شايف دول كده بقى مش عارف باينين ولا لا، دول باين ان هم مش مظبوطين. التدريج بيكون كده تحسوا في كسره بينهم. الشرطه الوحيده اللي باين انها طويله لو ركزت هتلاقي الستة جايه تك 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 طالعه خط مستقيم، اسد واقف. يبقى انت واقف عند الشرطه الكام؟ السادسه. يبقى على طول تقول لي الرقم الثاني 6 في 1/10 تطلع ب 29 و6. ايه رايك نديك واحده كمان، واحده من مصدر، على فكره من مصدر فيزياء خارجي. تعال نحلها مع بعض. صلى على النبي. اهو شكل اهو يا عم، وجاب لك الرسم وبيقول لك احسب لي ايه القرايه. اول حاجه هبدا اعملها مين؟ اشوف الصفر واقف فين. تعال نبص كده. 10 مللي ما جاش الصفر، 20 مللي ما جاش الصفر، 1 2 3 4 5 6 7 و8. خلي بالك ده بين الشرطه السبعه والثمانيه، يعني كام؟ طبعا هي الشرطه 27، يعني هي هنا ال20 دي 26 27 28، يبقى هي بين ال 27 وال 28، يبقى اكيد هتكون بقيمه 27 ونص 27 وكذا. انا بحاول ابسطها لك والله على قد ما تقدر وما يبقاش حاجه معقده. كان عارف في ناس طبعا وهي في اولى ثانوي كانت بتلخبط السنين اللي فاتت، بتلخبط في دي، فانا بحاول ابسط لك ان لو انت بتقيس بالمسطره فالحاجه طلعت بين 28 و29 وارد تبقى 28 ونص، اكيد مش هتكون 29 وكذا، لا هي بين ال 28 وال 29، يبقى رقم بينهم. يبقى الرقم الكبير هو كام؟ 28. هنا الرقم الكبير لو حسبت 25 26 27 يبقى بين ال 27 وال 28، يبقى الرقم الكبير 27 ملم. فاضل احسب الشرطه او القيمه الصغيره اللي بينطبق الزالق على الثابت اللي فوق. يلا بينا يا باشا. بص واحده واحده، هو خد لك التدريج بره بيوريك فين. لو جيت بقى هنا طبعا انا جايب لك السؤال ده عشان اوريك هم ازاي بيكونوا منطبقين على بعض. طبعا هو ايه، خد الحته اللي تحت دي وخد الحته اللي قصادها فوق، فبوريك بقى ازاي هم مكسورين. شايف هنا دي طالعه كده ودي، تعال نرفع القلم شويه، تعال نرفعه كده نشوفه هيبقى باين ولا ماشي. دي كده لو جيت بصيت هتلاقي ده كده شايف طالع لكده، فطبعا واضح قوي ان هم مش مظبوطين على بعض. لو جيت بصيت على الشرطه اللي بعدها هتلاقي برضو مش مظبوطين على بعض. لو جيت بصيت على الشرطه اللي بعدها مش مظبوطين على بعض. بص شايف كل ما تمشي تلاقيهم مش مظبوطين على بعض، طول ما انت ماشي مش مظبوطين على بعض لحد ما توصل لانهي شرطه. بص دي برضو مش مظبوطه مش مظبوطه. طبعا كل ما بتقرب من القيمه الاصليه تلاقي الشرطه بتقرب على بعض. يعني ايه؟ يعني لو جيت هنا مثلا هتلاقي الشرط بعيده قوي فانت لا تروح هناك. لما تيجي هنا كل ما تقرب من الرقم المظبوط تلاقي الشرطه عماله بتظبط معاك. يبقى نيجي نبص نلاقي ايه ده عند ال9 مظبوطه بالملي،
ده واقفه اسد واقف، تلاقي ال10 بقت معوجه تاني. يبقى هي عند ال9، يبقى على طول يا باشا تروح داخل عامل ايه بقى وانت بتقيس هنا؟ 27 زائد 9 في 1/10، فطبعا تطلع 27 و9 ملي متر. يبقى هي دي السؤال بتاع حضرتك. خلاص يبقى صديقي فهمت؟ يبقى ال 27 جه منين؟ من الصفر على التدريج الثابت، واقف فين؟ بين ال 27 وال 28. يبقى اكيد الرقم الكبير 27 الرقم الاساسي. الرقم الصغير لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان كل الشرط مش منطبقه على بعض، وكل ما تقرب من الرقم المظبوط تلاقيه بينطبق. فتيجي هنا تبص تلاقي 9 مظبوطه، الشرطه من تحت مظبوطه كانها طالعه شرطه واحده واقفه كده، فطبعا دي معناها ان هي دي الشرطه بتاعتك، فتروح عامل 9 في 1/10. ال1/10 ده جه منين؟ ده جه الفرق بين الطول بين الشرط. هنا الشرط فوق في الثابت كانت 1 ملي، الشرط تحت 9/10، الفرق بينهم 1/10. يبقى انت بتجيب الشرطه اللي بينطبق عليها وبتضربها في الفرق اللي هو ب1/10. وطبعا التدريج ده الرقم ده بيجي من التدريج الثابت اللي فوق. خلاص يا صديقي، دي القدمه ذات الورانيه ودي التجربه بتاعتك، وان شاء الله لو ربنا اراد هصور لك تجربه من عندي في الكليه ان شاء الله وتنزل لك باذن الله. خلاص يا صديقي، يلا بينا نخش على الجزء اللي بعده. يا صديقي واضح انك انت نسيت احنا كنا فين. احنا كنا في ادوات القياس وخلصنا الطول، وقلنا الطول عباره عن 4 حاجات: المسطره، الشريط المتري، ومين تاني لو فاكر؟ القدمه ذات الورانيه والمايكرومتر. ولو فاكر المايكرومتر كان بيقيس سمك الورق، وطبعا اي حاجه رفيعه خالص، وده اصغر واحد بيقيس فيهم هم كلهم. تعال بقى نخش على ادوات القياس بتاعه مين؟ الكتله. ما انا عارف ان بعد الطول الكتله. قال لك عندي برضو 4 ادوات موجودين في الكتاب بتاع حضرتك بتاع المدرسه اللي لسه نازل. ايه الادوات دي يا مستر؟ جاب لك الشكل الغريب هذا، وقال لك ايه الشكل الغريب ده يا مستر؟ اسمه الميزان الروماني. الميزان، تعال نكتب باللون الاحمر عشان يبقى واضح. الميزان، ايوه، ايه يا حاج؟ الروماني. الميزان الروماني. الميزان الروماني ده بيقيس ايه حضرتك؟ بيقيس الاوزان الكبيره، زي مثلا شوال من البطاطس ممكن يقيس الحاجات اللي هي 100 كيلو، ارقام كبيره شويه. طب لما يقيس الراجل الجميل ده الارقام الكبيره شويه، فلما يجي يقيس حاجه كيلو، نص كيلو، اكتشفوا ان هو في نسبه خطا، فده بيقيس الحاجات الكبيره، ودي منطقي جدا. لو جبت ميزان اللي هو بيقيس، مش فاكر اسمه ايه والله، اللي هو بتاع العربيات النقل، بيشوف العربيه النقل محمله قد ايه، فلما تجيبه ده وتحط عليه مثلا شويه ذهب هيحس بيهم؟ اصلا مش هيحس بيهم، فهيكون في نسبه خطا. فده نفس الكلام. رب يذكرني باسم اللي انا قلت عليه. طيب ده اسمه ايه؟ طبعا ده الراجل اللي عند الخضري الشهير، ده الميزان ذو الكفتين. الميزان ذو الكفتين، الكفتين بقى. طبعا ده مش عارف واضح ولا لا، تعال نطلع كده شويه، مش واضح برضو. طبعا ده اللي هو ايه؟ بتاع الرز او بتاع البقاله، برضو بتلاقيه عند الخضري، ده اسمه ميزان بس ايه؟ ذو كفه واحد. لما تيجي تبص على ده طبعا الراجل الجميل ده فيه ارقام، ده طبعا ديجيتال اسمه رقمي، فده اسمه الميزان الرقمي. ودي طبعا من الحاجات الحديثه اللي بنستخدمها، والراجل ده بنستخدمه في الذهب، وطبعا الحاجات بتكون اوزانها صغيره شويه. الاثنين دول ممكن استخدمهم في الفاكهه او الخضار، او ده بنستخدمه ساعات في البقوليات برضو، بس لو ركزت هتلاقي محطوط عليك 2 كيلو 3 كيلو بتاع، ممكن بقوليات ينفع برضو وينفع فاكهه. تعال بقى ندخل على الزمن. الزمن برضو من الواضح قلنا زي زمان بقدر استخدم مين في الزمن؟ بستخدم الشمس وحركه بقى النجوم والحاجات دي كلها عشان اعرف احنا في انهي فصل والكلام ده كله. طيب الزمن قال لك بقى عندي حاجات حديثه حاليا يعني، طبعا اقدمهم مين؟ الراجل الجميل ده، ودي اسمها ايه؟ الساعه الرمليه. طبعا موجوده واكيد شفتها في افلام كتير قديمه. الساعه دي كانوا بيظبطوها ازاي يا مستر؟ بيحطوا شويه رمله فيها ويبدا يشوف الرمله دي هتخلص مثلا، يبدا يشغلها اول ما الشمس تبدا تطلع، يكتشف ان كميه الرمله دي خلصت لما الشمس عموديه، يبقى يعرف ان الساعه دي لما بتخلص الشمس من الشروق لحد ايه؟ ما تكون عموديه فوق اللي هي اقصى حاجه للشمس، وهكذا بقى يبدا يظبطها مثلا، فيبقى عارف ان المده دي حوالي مثلا 6 ساعات، حوالي مده معينه. طبعا كانوا بيظبطوا دايما الوقت بتاعهم على حسب مكان الشمس، ما كانش في ساعات لسه اللي هو يظبط 60 دقيقه والكلام ده كله. طيب يبقى الساعه دي اسمها الساعه فين؟
اسمها الساعه الايه؟ الساعه الرمليه. الرمليه طبعا هي اقدمهم. طيب عندي ساعه تانية، طبعا الساعه بتاعت افلام الرعب اللي هي دي اسمها ايه؟ ساعه البندول. ساعه البندول دي طبعا في افلام الرعب، وياما الفيلم الرعب كله تلاقيه ما بيخوفش، وفي البتاعه دي تعمل كده انت قاعد مرعوب في الفيلم. طبعا ساعه البندول دي فكرتها عباره عن ايه؟ المبدا الاساسي بتاعها هو حفظ الطاقه. يعني ايه؟ هتبدا تدرس الكلام ده ان شاء الله في المنهج، ولكن حفظ الطاقه دي انت عارفها من قبل كده. كان عندك طاقه حركه وطاقه وضع. الراجل الجميل ده بيبدا يتحرك فيطلع فوق، يبقى عنده طاقه وضع، ينزل يبقى بطاقه الحركه، طاقه الحركه، طاقه الحركه، تقعد تقل لحد ما يبقى فوق طاقه وضع، وبعد كده ينزل تاني طاقه حركه، وهكذا. المبدا الاساسي بتاعها هو حفظ الطاقه. وطبعا اسمها ايه؟ طبعا اسمها ساعه البندول. البندول. ماشي. طبعا الراجل الجميل ده مشهور قوي، واضح ان هو شبه الستوب ووتش، او لما بتشوف ناس بتعمل سباق في الميه مثلا او مش عارف ايه، فعايز يظبط عند مثلا عايزه يبقى اقل من 24 ثانيه او 25 ثانيه، اشمعنى الرقم ده مثلا؟ فيبدا يعمل تن 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 تن، فدي تقعد تفر 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 تفر، ويروح تك يروح قافله مثلا عند 20 ثانيه، يروح قافله عند 30، هو عايز يظبط رقم اقل من 30، فيقول له خش تاني، فيقعد تن تن تن، واول ما يروح واصل يروح قافلها على طول. دي اسمها طبعا بالانجلش ومشهوره جدا، اسمها ستوب ووتش، وموجوده في كل الموبايلات، بس انت غالبا مش بتستخدمها، بس لو جيت جنب الالارم هتلاقي فيه ستوب ووتش. طبعا الستوب ووتش دي اسمها ساعه، بالعربي بقى اسمها ايه؟ يعني اسمها ساعه الايقاف. طبعا اسمها ستوب ووتش يعني. طيب خلاص، عندك الراجل الجميل الحلو المحترم ده اسمه ايه؟ طبعا الساعه الرقميه برضه. الساعه الرقميه دي بقى هي الاحدث، وهي اللي بتطلع لك الساعه بالثانيه والدقيقه. عايز افهمك والله العظيم ان جدك مثلا كان عشان يعرفوا الساعه بالثانيه والدقيقه كان حوار، وكان يقعدوا يجيبوا الراديو مش كان حته الثانيه بالدقيقه دي، الحاجات ان الموبايل في ايدك تفتح على طول تجيب الساعه في بلاد كذا وبلاد كذا، ده كان حوار. وكان اصلا عشان يعرفوا ان مثلا الجواب هيوصل في ميعاد كذا، كان حوار. فالموبايل اللي في ايدك ده انت مش فاهم ده وصل لك ازاي، وفي ناس عانت ازاي عشان يوصل لك الموبايل ده. خلاص، دي طبعا الادوات قياس بتاعه الزمن. تعالى نخش على اللي بعده. طيب يلا يا صديقي ندخل على ثالث حاجه معانا النهارده. اخدنا عمليه القياس، اخدنا فيها الكميه الفيزيائيه اذا كانت مشتقه او اساسيه. خدنا تاني حاجه هي مين؟ ادوات القياس للطول والكتله والزمن. الكلام ده كله هنراجع عليه تاني في اخر الحصه، ولكن دلوقتي هناخد مين؟ قلت لك لما اجي اقول لك انا قست 5، هتقول لي يا عم دي 5 كيلو والله يرضى عليك، ولا 5 متر، ولا 5 سم، ولا 5 انش، ولا 5 من اي حاجه في الدنيا، فلازم تحط لي جنبها وحده. اتفقنا الكلام ده؟ اتفقنا. يبقى تالت حاجه هي مين؟ وحدات القياس. طيب يا مستر، لما وحدات القياس كده يا مستر، هل العالم كله ماشي بنفس وحدات القياس؟ هل احنا بنقيس زي فرنسا او بنقيس زي بريطانيا او بنقيس زي كذا او كذا او كذا؟ لا. طب انت عليك كام نظام قياس؟ عندي 3 انظمه. نظام اسمه المتري، ونظام اسمه البريطاني، ونظام اسمه الفرنسي. طب احنا هناخد بيقيسوا مين؟ بيقيسوا ال3 حاجات الاساسيين بتوعنا اللي احنا نعرفهم، وهم مين؟ الطول والكتله والزمن. يبقى انا عندي طبعا الطول، عندي الكتله والزمن. تعالى نقسم كده. عندي طبعا هنا فوق باللون بقى مثلا الاسود النظام طبعا المتري، عندي نظام تاني اللي هو الفرنسي، وعندي نظام تاني اللي هو البريطاني. جميل قوي. عندي 3 انظمه اسهل واتفه من بعض. النظام المتري ده الطبيعي جدا. لما تروح تقول للراجل تقول له عايز جرام فراخ، جرام مثلا فاكهه، ولا جرام بتاع، يقول لك لا بالكيلو جرام. فالمتري ده العادي، ده الجميل الحلو السالك الجميل. الطول خلينا نقول انها الكتله، فالكتله بالكيلو جرام. الطول بتاعه بالمتر عادي جدا، هو اسمه النظام المتري، فطبعا الطول بتاعه بالمتر. الزمن بتاعه بالايه يا عم الحاج؟ بالثانيه يا عم. مفيش اتفه من كده واسهل من كده. طيب ده النظام المتري. طيب يا مستر، النظام الفرنسي دي ناس كيوت يا عم، ناس بتفطر كرواسو بقى وفرنش كافي ومش عارف ايه، فناس كيوت، ناس في الهادي منه، ناس كده قبها ونضيفه كده وبتاع. فمالها بقى الناس دي؟
لما يجي يقول لك بيقيس بالايه؟ بيقيس بالجرام. حاجات ناس بقول لك ناس قبها يا عم، فلما يجي يقيس بالكتله مثلا فتقول له بالجرام، دي جي دي اللي هي جرام. طيب لما يجي يقيس مسافه، يا عم ده راجل كيوت يا عم، بيقيس ايه؟ بالسنتي يا عم، ده كيوت خالص، ده راجل ايه؟ كيوت خالص. الزمن طبعا ثانيه، وده ثابت عندنا كلنا. خلاص، الراجل الجميل ده الفرنسي واحد كيوت بيقيس بالسنتي متر وبيقيس بالجرام. المتري ده راجل غشيم بقى، بيقيس بالمتر وبالكيلو جرام والثانيه. طبعا ده سهل تحفظه وده سهل تحفظه. الراجل اللي مش سالك هو البريطاني، ده دايما بيكون مش اسلك واحد فيهم كلهم. طبعا تعال نبص الطول بياخده بايه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. الزمن بتاعه ثانيه عادي جدا زينا كلنا. تعال نبص على الوحدتين دول بقى. في وحده انت برضو سمعتها مني النهارده، وهي وحده الطول، وبيقيس الطول بحاجه اسمها فيت، اف تي، اللي هي اختصار كلمه فيت او قدم. يبقى بيقيس بالايه؟ بالقدم. لما يقول له عايز حته ارض يقول له قيسها لي بالفيت، كام فيت كده وكام فيت كده. ولو بصيت مثلا على الشقق او حاجه هناك هتلاقي ان فعلا الشقه بتتقاس، يقول له دي مثلا 200 فيت مش عارف ايه بالكلام ده كله. طيب الكتله بيقيس بحاجه بالباوند، حاجه اسمها باوند، اختصارها بي دي كده، او كلمه باوند بالمنظر ده. مستر القرف اللي انت كاتبه ده باوند، ماشي. طبعا بيقيس بالباوند. خلاص، يبقى انا عندي 3 تدريجات، غمض عينك وسمع معايا. 3 انظمه اصلي. النظام المتري ده العادي جدا، الطول بالمتر، الكتله بالكيلو جرام، الزمن بالثانيه، كلهم الزمن بالثانيه. النظام الفرنسي ده نظام كيوت كوتي كوتي خالص كده، فالطول بالنسبه له سنتيمتر، الكتله بالنسبه له بالجرام، يا عيني غلبان طبعا. ومين تاني بالنسبه لك ايه؟ الزمن بالثانيه. البريطاني الوحيد اللي مش سالك فيهم، اللي بيقيس بالقدم او بالفيت او بالقدم، اسمها بفيت او قدم. طيب نسيت، الكتله بالباوند والزمن بالثانيه. خلاص يا صديقي، جميل قوي لحد هنا. دي الانظمه اللي عندك. تعال بقى نفرمط البتاع ده خالص ونبدا اكتب لك الوحدات ونعرف مع بعض الاساسي منهم كلهم. مش احنا قلنا ان خدنا من الاساسي 3، الطول والكتله والزمن؟ تعالى ناخد بقيه ال7 وعليهم 2 كمان، وبعد كده نفنط الوحدات بتاعتهم كلهم. خلي بالك الكلام ده لازم تحفظه، الوحدات لازم تكون عارفها كويس، والرموز بتاعت الطول الكتله اما احنا مش كاتبينهم، لا كاتبينهم، لا تعالى نكتبهم. الرموز بتاعت الطول طبعا ال، الكتله طبعا ام، والزمن بيكون تي. ماشي ماشي يا صديقي، ماشي. خلاص كده تعالى بقى ندخل على الوحدات ونفنط الكميات الفيزيائيه الاساسيه. يلا بينا، يلا يا صديقي تعالى نقول الكميات الفيزيائيه الاساسيه بتاعتنا. احنا قلنا الكميات الاساسيه خدنا منهم 3، طول كتله زمن. قلنا ان في 9، ان هم كلهم على بعض 9، 7 اساسيين و2 اتضافوا عليهم، ولكن دول بقوا اسمهم الكميه الفيزيائيه الاساسيه. تعال نعرفهم، نعرف الرموز بتاعهم، وبعد كده نعرف الوحدات بتاعتهم. جميل قوي، جميل، الموضوع سهل خالص لحد دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. خليك فاكر ان احنا قلنا قبل كده ان انا ما ينفعش اكتب 5 واقول انا قست 5. طب 5 ايه يا عم الحاج؟ 5 كيلو، 5 جرام، 5 ايه؟ ما انا مش فاهم. فلازم تكتب الوحده جنب الرقم من هنا ورايح، مفيش رقم من غير وحده. يلا بينا يلا بينا. الكميات الفيزيائيه الاساسيه انت تعرف 3 لحد دلوقتي، بعد اذن حضرتك اتفضل قولهم. اول حاجه وهي الطول، تاني حاجه الكتله، تالت حاجة الزمن. دول أول 3 لازم تكون عارفهم كويس. يبقى طول، تعالى بقى نسمعهم مع بعض، طول كتلة زمن. 2 شدة، تعالى نشوف إيه ال2 شدة دول. قال لك والله ها يا حجوج 2 شدة، شدة شدة التيار الكهربي، و5 شدة مين؟ الإضاءة. طيب طول كتلة زمن، 2 شدة حرارة وكمية، 2 شدة حرارة ومين؟ وكمية. طبعا 6 حرارة اللي هي درجة الحرارة المطلقة. 7 قلنا كمية، طبعا دي كمية المادة. جميل.
في 2 يا مستر. هو انت مش قلت ان هم 9؟ انت ليه كاتب 7؟ دول ال7 الاولانيين خلينا نطلعهم بوحدتهم، وال2 التانيين بساط خالص. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه الطول، الرمز بتاع الطول ايه؟ الكتله، الرمز بتاعها جاي طبعا اللي جاي من كلمه length او طول. الكتله جاي من كلمه ماس ام صغيره. الزمن جاي من كلمه تايم يبقى تي. ماشي. شدة التيار الكهربي، شدة بالانجلش يعني انتنستي، وده هتاخد ليه فصل كامل ان شاء الله في ثالثة ثانوي. فطبعا انتنستي اول حرف منها اي. شدة الإضاءة دي بقى الرمز بتاعها بدل يفصلها عن دي فراح مديها اي وحط جنبها في صغيرة كده. طيب درجة الحرارة المطلقة طبعا temperature تي كبيرة. كمية المادة طبعا اداها رمز ايه؟ اداها رمز ان. جميل. الان ده مستر ماشي. جميل جميل. دي كده احنا قلنا الرموز. تعال نقول بقى الوحدات. احنا اصلا جايين عشان نقول الوحدات. وحدة الطول، وحدة الطول هي ايه؟ المتر. يبقى واحد وحدته، تعال نكتب بلون كده حلو كده. طبعا واحد، تعال نكتبه، احنا ليه فصلناها كده يا عم؟ تعال نفصلها، تعال نكتبها جنبها يا عم. ايه كده؟ ليه فصلت كده يا مستر؟ طبعا الطول وحدته هتكون الايه؟ المتر. ام صغيره كده جاي من كلمه متر. تعال نكتبها كامله ونعمل الرمز جنبها. طبعا متر ايوه كده، والرمز بتاعها ام. طبعا الكتله كيلو جرام، مش محتاج بقى انت تعرف الكتله، خلاص بالكيلو جرام انت عارفها من قبل كده. طبعا الزمن سكند اللي هي ثانيه، فالرمز بتاعها اس بالمنظر ده. الاي كلمة الوحدة بتاعتها دي برضو هتدرسها إن شاء الله في ثالثة ثانوي. إن شاء الله لما أسألك عليها في ثالثة ثانوي تكون عارفها من ثانية ثانوي. اسمها الوحدة كلمة إيه؟ ودي عشان ما تعرفهاش هكتبها لك، كلمة أمبير. بالمنظر ده هتعرفها إن شاء الله السنة الجاية. وحدة أو شدة التيار الوحدة بتاعتها حاجة اسمها كانديلا. كانديلا، ودي الاختصار بتاعها سي دي. إيه سي دي أو إيه كانديلا دي؟ جاية من كلمة كاندل اللي هي شمعة بالانجلش، فالوحدة بتاعتها كانديلا او سماها سي دي. درجة الحرارة المطلقة دي وحدة اكيد انت سمعتها قبل كده، هي كلفن، ودي بالايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرمز بتاعها كي. طبعا كمية المادة دي انت سمعتها برضو قبل كده، كلمة مولز، ودي برضو الاختصار بتاعها ام او ال. خلاص يا صديقي، يبقى انت كده الطول ممكن بقى تقولهم معايا بالله عليك عشان ما تتلخبطش. الطول بالمتر الرمز بتاعه ال. الكتله بالكيلو جرام الرمز بتاعها ام صغيره. الزمن بالثانيه الرمز بتاعه تي صغيره. دول كده طول كتله زمن. 2 شده، شده الاضاءه وشده التيار. خلينا اول شده التيار. شده التيار اي، الوحده بتاعتها امبير. شدة الإضاءة اي بس في حرف في صغنطوط تحت، والوحدة بتاعتها كانديلا اللي جاي من كلمة كاندل اللي هي شمعة. طيب كده طول كتلة زمن. 2 شدة حرارة وكمية. الحرارة طبعا بالكلفن او حرف الكي، وكمية المادة طبعا بالمولز او بالام او ال، ودي ان ودي تي ودي اي في قلناهم كلهم كده. طيب في حاجتين تانيين قلنا 7 وعليهم 2 اتضافوا. ايه ال2 اتضافوا دول؟ قال لك عندي حاجتين. عندي حاجة اسمها الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة. الاتنين ابسط من بعض. عندي الزاوية المسطحة، وهنا عندي الزاوية ايوه المجسمة. طيب واحدة واحدة تعالوا نفصل. الزاوية المسطحة دي يا صديقي دي العادي بتاعك، دي الزاوية اللي انت تعرفها وما تعرفش غيرها. ايه الزاوية دي؟ قال لك والله الزاوية دي ان انا مثلا لو عندي حاجة 2D. يعني ايه مسطحة؟ يعني في البعد الثاني. ايه البعد الثاني ده؟ يعني سينات وصادات بس، يعني بالمنظر ده كده. وجيت قلت لك الزاوية دي مثلا زاوية ايه؟ دي مثلا تقول لي دي 90 درجة، دي ايا كان، المهم دي زاوية مسطحة بتكون في البعد الثاني. طيب مثلا لو جبت لك دايرة بالمنظر ده كده ورحت قايل لك الدايرة الزاوية دي كده بالمنظر ده عاملة ازاي؟ شايف كده اهي، الزاوية دي هي زاوية مسطحة. جميل. لما تيجي بقى يا صديقي تقول لي هنا الزاوية المجسمة، هي طبعا في البعد الكام؟ الثالث. 3 دي
يبقى البعد الثالث السينات الصادات والعين. يبقى عندك يلا يا صديقي نرسمها مع بعض. عندك ادي السينات وادي الصادات وادي العين بالمنظر ده كده، وجيت قلت لك يا عم الحاج ارسم لي الزاويه المجسمه، فتيجي تقول لي والله هي عامله كده يا مستر، مثلا لو عايز اطلع حاجه بالشكل ده كده. فعندي كده بعد ثالث سينات والصادات والعين معايا. يعني مثلا لو جينا عايزين نرسم دايره، تعالى نرسم الدايره بنفس الشكل اللي احنا عملناه هنا. ادي يا عم اهي الدايره اهي، او طبعا دي كوره، فالكوره بقى مش دايره خلاص، ما هي كوره في البعد الثالث. تعالى بقى نرسم الكوره بتاعت حضرتك. لو جيت قلت لك عايز حاجه شبه كده، شايف كده؟ ودي طبعا دي كوره، فانت واخد بعد ثلاثي كانه قرطاس في الحقيقه. القرطاس اللي في الحقيقه ده بعد ثلاثي، فدي الزاويه بتاعته زاويه مجسمه. طيب جميل قوي. دي طبعا على السطح، يعني البورد دي السطح بتاع البورد دي ده كده الزاويه، ده طبعا 2 دي او شكل مسطح. الدايره مسطحه، الكوره مجسمه، فالكوره يكون ليها زاويه مجسمه، بقى الدايره اللي هي على السطح تقول لك زاويه مسطحه. جميل قوي. يبقى انت كده عرفت الاثنين دول، دي طبعا الزاويه المسطحه ودي الزاويه المجسمه. طبعا الزاويه المسطحه دي قلنا الوحده بتاعتها عندك وحدتين، في السيتا اللي انت بتشتغل بيها اللي هي الدرجه، فاكر الدرجه تقول 30 درجه 60 درجه 90 درجه، دي عندك برضو، ولكن هنا قال لك الوحده بتاعتها اسمها راديان. راديان كده بالمنظر ده، او بنقول عليها راد، ساعات تلاقي اختصارها راد. يبقى الراديان هي الراد. طيب عندك الزاويه المجسمه قال لك اسمها استراديان، يعني راديان وزود لها اس تي يبقى استراديان. يبقى هنا اسمها استراديان، وتلاقي الاختصار بتاعها اس ار، استراديان. ماشي. ودي راديان ودي استراديان. خلاص يا صديقي، دول السبع حاجات بتوع التسع حاجات. معلش قولهم تاني معايا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طول، كتلة، زمن. 2 شدة التيار الكهربي وشدة الإضاءة. حرارة وكمية، درجة الحرارة المطلقة والكمية بتاعة المادة. وطبعا الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة. الزاوية المسطحة بتكون بالراديان، الزاوية المجسمة بتكون بالاستراديان. طبعا الناحية دي التيار قلنا بقى خلاص، التيار مثلا تعال نسأل على واحدة عشوائية. درجة الحرارة من غير ما تبص كيلفن. شدة الإضاءة شدة إضاءة مين؟ شدة الإضاءة عادية، دي الرمز بتاعها اي في، والوحدة كاندلا. طب الرمز بتاع الوحدة سي دي. خلاص، لو سألتك على أي واحدة عشوائية أو جات لك إن شاء الله تعرف تحلها. نقول معايا الشفرة تاني. طول، كتلة، زمن، حرارة أنت هتألف بقى مستر. طول، كتلة، زمن. 2 شدة، حرارة وكمية. 2 شدة، حرارة وكمية. بسيطة جميلة سهلة. دي الوحدات الأساسية، أي حاجة بتطلع منهم هي وحدات مشتق. تعال بقى ندخل على الوحدات المشتقة نفرتكها هي كمان. يلا يا صديقي، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نبدأ نطلع. أنا دلوقتي عندي كميات، قلت لك أي كميات غير التسعة اللي كتبناهم هي كميات مشتقة. لما تيجي تبص، حجم، سرعة، عجلة، قوة، طاقة، طاقة حركة، كلهم كميات مشتقة. طيب أنا عايز أبدأ أوريك إحنا إزاي بنطلع الكمية المشتقة لأساسها نوصلها للكمية الأساسية، وهبدأ أفرجك دلوقتي إحنا بنعمل ده إزاي. خلاص، هتلاقي في حاجات دي قوانين انت لسه هتدرسها، فانا هقول لك القانون هغششه لك. فانا لما اقول لك القانون هنوصل لحاجه انت من هنا عارفها، هتشوف دلوقتي انا قصدي. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. ما تتخضش لما اكتب القانون، انت لسه هتدرس منهم شويه قوانين، والقوانين اللي انت عارفها فهينطبق عليها الموضوع على طول، ولازم تكون عارف قانون. يلا بينا توكلنا على الله. اول حاجه عندي الحجم. انت كطالب في تانية ثانوي، راجل بالغ عاقل، لازم تكون عارف الحجم بيساوي ايه. الحجم والمساحه. المساحه بتساوي الطول في الطول او الطول تربيع. الحجم بالنسبه لك بيساوي الطول تكعيب. تعال بقى نشتغل الرموز كلها بالانجلش. الحجم بالنسبه لك هيكون طول في طول في طول، فده هيكون بالنسبه لك الطول تكعيب. ودي معلومه عندك، وانت عارف ان الحجم بيساوي الطول تكعيب. فلما يجي يسالك الحجم مشتق من مين، تقول له مشتق من الطول. جميل. خش يا باشا على السرعه. السرعه انت المفروض تكون عارفها، هي المسافه على الزمن. يبقى السرعه، تعالى بس كده ايه الرمز بتاع الحجم ايه؟ تعالى نقوله. الرمز بتاعها في كبيره.
طيب الرمز بتاع السرعه في صغيره. طيب السرعه يا مستر نظامها ايه؟ بتساوي المسافه على الزمن. تعال نكتب القانون بقى. السرعه بتساوي المسافه اللي هي اسمها ديستانس على الزمن اللي هو تايم. الديستانس ده هو مش الديستانس ده اللي هي المسافه اللي هي طول. يا عم طول، يا عم طول عادي كانها ال. والزمن ده اللي هو ايه؟ ثانيه يا عم، ثانيه والله ثانيه. يبقى تي. يبقى انا كده وصلت للكميه الاساسيه ولا لا؟ وصلت للكميه الاساسيه، طول وزمن. يبقى لما يقول لك السرعه مشتقه من مين؟ تقول له من الطول والزمن. وان شاء الله المره الجايه هتاخد صيغه الابعاد بتاعه كل واحده. هنبدا بقى نطلع كل واحده بوحدتها لحد اخر لحظه. هنا بس انا بوريك احنا بنفكفك ازاي، عشان المره الجايه تجيلي جاهز وعارف احنا فكيناهم ازاي. يبقى فاضل لنا الخطوه الفينش، ودي بتكون سهله جدا. يلا بينا. ايه العجله؟ انا عارف ان العجله اختصارها كلمه اكسلريشن، فالرمز بتاع العجله ايه. طيب جميل قوي. ايه الايه بقى ده؟ اسمها اكسلريشن. طب تعالى نكتب القانون بتاعها. انا اللي انا اعرفه ان الاكسلريشن العجله بتساوي السرعه على الزمن، فتكون الفي على الزمن. ايه رايك؟ هو انا كده يا مستر وصلت للكميه الاساسيه؟ لا، الزمن كميه اساسيه طب السرعه لا، فمحتاجين نفك السرعه. تعال نفك السرعه. فكيناها على فكره من شويه، رحت عامل لك الزمن سيبه زي ما هو. السرعه بقى تعال نفكها. السرعه بتساوي المسافه اللي لسه كاتبينها دي على التي. ايه ده؟ مش الدي ده اصلا مش ممكن اشيله واقول ان هو الطول؟ والله ممكن اقول ان هو الطول. بس خلاص كده انت وصلت للطول وزمن، دي كميات اساسيه. يبقى لما يجي يسالك العجله مشتقه من مين؟ تقول له من الطول والزمن. خش يا باشا على اللي بعده. قانون القوه، كلمه فورس. كلمه فورس دي يعني ايه؟ كلمه فورس يعني القوه، رمزها ايه؟ اف كبير. طيب الاف الكبيره دي بتتفك لايه يا صديقي؟ بتتفك الاف بتساوي ام في الايه، وعلى ما اظن انت خدت القانون ده قبل كده. هل الام ده كميه فيزيائيه؟ يبقى الام ده كتله. تعالى بقى بص اللقطه اللي انا هعملها دي. يبقى الام كتله، سيبه زي ما هو. هل العجله كميه اساسيه؟ لا، فهبدا افكها. هو انا مش اصلا من شويه فكيت العجله لطول على زمن في زمن، صح ولا؟ اللي هي ممكن اخليها طول او مسافه على الزمن تربيع. ايه ده؟ هو انا مش كده خدت العجله حطيتها هنا؟ ودي مهاره ان شاء الله بنكتسبها مع بعض، ان انا في فكه انا اصلا اوريدي عارفها فاروح حاططها على طول في الفكه بتاعتي. طيب بالراحه. العجله مفكوكه لطول وزمن تحت تربيع، طبعا زمن في زمن بيدي زمن تربيع. فايه ده؟ انا عندي كتله وعندي طول وعندي زمن، مش دول كميات اساسيه؟ لما اجي اسالك اقول لك القوه مكونه من ايه؟ تقول لي كتله وطول وزمن. طيب الوحده بتاعه السرعه طبعا دي بتكون لازم تكون عارفهم برضو. انا اقولهم لك في الاخر، خلينا اقولهم في الاخر عشان ما تتلخبطش. دي كتله وطول وزمن. طيب الطاقه، في قانون للطاقه بيقول لحضرتك ان الطاقه رمزها طبعا دبليو كبيره كده. الطاقه بتساوي القوه في الازاحه او في المسافه. يعني ايه؟ انا عندي صندوق، قررت عايز احرك الصندوق، فهبدا احرك الصندوق، فهبذل قوه عشان احرك الصندوق ده. فالقوه في الازاحه او في المسافه اللي اتحركتها. طبعا يعني هي في الاخر ازاحه او مسافه، الاثنين وحدتهم بالمتر، والاثنين بالنسبه لي مسافه اللي يعني. تعال نفك. مش انا لسه فاكك الاف يا مستر اهي ام؟ تعال نعملها بلون مختلف. انا لسه فاكك الاف لمين؟ ام كتله في طول على زمن تربيع، والمسافه دي اصلا عباره عن طول. ايه ده؟ هو انا وصلت للكميه الاساسيه؟ كتله طول زمن تربيع. طبعا اقدر اخليه بدل طول اخليها طول، ايوه اديني كمان طول تربيع. ماشي يا صديقي؟ يبقى ساعتها اقدر اقول لك ان الطاقه مشتقه من الكتله والطول والزمن. ماشي. خلي بالك على فكره الكلام ده يبان وانا بعمله سهل، بس وانت بتعمله حاول تعمله بايدك وجرب، واعمله مره واثنين وثلاثه، ولخبطت وانت بتفك جرب تعملها تاني. الضغط القانون بتاعه طبعا لسه هتدرسه ان شاء الله. الضغط الرمز بتاعه كلمه بريشر او بي، كلمه بريشر. القانون بتاعه اف على الايه؟ ايه ده؟ ده المساحه دي انا عارفها على فكره. لو فكيت المساحه ما الحجم كان ال تكعيب، فانا فاكر ان المساحه كانت ال تربيع، صح ولا لا؟ صح. طب القوه مش انا لسه فاكر القوه ام في ال على زمن تربيع. اقدر اجيبها بقى ازاي؟ طب تعالى نكتب القوه الاول. تعالى ناخدها هنا كده، ادي ال تربيع زي ما هي سابها تحت، وتعالى نفك الاف. الاف اهي
ام ال ادي الاف، شد كده خط، الاف بتساوي ام في ال زمن تربيع. هل كده وصلت للكميه الفيزيائيه الاساسيه؟ كتله طول زمن. طبعا في عندك من المهارات ان انا اقدر اطير، عندي ال تربيع فوق وال تربيع تحت وال فوق، اطير واحده مع واحده. الحاجات دي ممكن نقولها المره الجايه، او تعال نعملها دلوقتي. ليه المره الجايه يا عم؟ طبعا ال تطير مع تربيع فتبقى بالمنظر ده كده، يبقى هنا في ال. طبعا انت تعرف ان لو عندك مثلا اكس تربيع فوق على اكس تحت، واحده بتطير مع واحده من اللي فوق، لان الاصل ان فوق اكس في اكس على اكس. طبعا اكس تطير مع اكس يبقى لك اكس واحده، وده نفس المبدا اللي انا عملته دلوقتي. طاقه الحركه بتاعتها اسمها كاينيتيك انرجي، الرمز بتاعها كي اي. طيب القانون بتاعها تبقى جدع لو قلته نص، افتكرت نص ام في تربيع. طب ما انا عارف الام، صح ولا لا؟ الام دي كتله اساسيه، سيبها. النص ان شاء الله هتدرسه المره الجايه ان ملوش وحدات، بس سيبه زي ما هو دلوقتي. عندي كتله، هل السرعه كميه اساسيه؟ لا. تعال نفكها. ممكن افك السرعه لايه؟ بص بقى، التربيع فوق اهو. تعال نفك السرعه بيساوي طول على زمن. اقدر اوزع الاس عليهم كلهم، يبقى انا عندي نص في الام في الطول تربيع على الزمن تربيع. كده انت برضو وصلت للكميه الاساسيه. يبقى كده انت قدرت تقول لي ان طاقه الحركه مشتقه من مين؟ مشتقه من الكتله والطول والزمن. برضو نفس الكلام ده كله بقى هنبدا نظبطه ونروقه ونعمل معاه حركات وندلعه الحصه الجايه باذن الله في صيغه الابعاد. انت كده معايا ترجمت يعني ايه عندي كميه اساسيه، يعني ايه عندي كميه مشتقه، يعني ايه بوصل من الكميه المشتقه للكميه الاساسيه. وده كان الهدف من السبوره، انا علمتك ازاي توصل من الكميه المشتقه للكميه الاساسيه، من الكميه المشتقه للكميه الاساسيه. خلي بالك ان حصه المره الجايه هتكون بدايتها من اول هنا، يعني انا موصلك للكميه الاساسيه من اول هنا. هنشتغل الحصه الجايه، يعني انت مش هتعيدها يا مستر؟ لا يا عم، انا قلب ابيض واعيدها تاني، بس لازم تكون فاهمها كويس. انا بعمل ايه؟ ببدا افك القانون. خلي بالك القوانين اللي انت مش عارفها هيدي لك القانون بتاعها بحاجات انت عارفها، فما تقلقش يا مستر. طب انا لو مش حافظ القانون هعمل ايه؟ هو هيديك القانون اللي انت مش عارفه هيديهولك. خلاص اتفقنا؟ مثلا القوه، نقول بسرعه الكتله في العجل. طب ما انا اصلا عارف العجل. طب لو انا يا مستر مش فاكر العجل، ترجع تكتبها وترجع تعوض زي ما احنا عملنا بالظبط. طيب كده تكون انتهت حصه النهارده، الا جزء بسيط قوي نظري محتاج نتكلم فيه شويه، هنقراه من على البورد برضو، نقراه مع بعض وتبقى انت ترجمته معايا، ولكن كلام نظري بحت بس لازم تكون عارفه. اتفقنا؟ يلا بينا ندخل على اخر جزء في محاضره النهارده. طيب تعالى بقى يا صديقي نشرح يعني ايه كلمه المعيار ومعيار الطول والكتله والزمن بالراحه خالص، الموضوع تافه جدا. يلا بينا. اول حاجه، انت زي ما قلت لك في اول الحصه وانت بتقيس مع صاحبك مثلا، عايزين تقيسوا الطول، عايز تقيس مثلا وانت بتقيس ضربه الجزاء، وانت بتقيس الجون يا عم قبل ما تتخانقوا وتقول له انت بتمشي مع ابوك كده ومش عارف ايه. تعال نفكر. هو انا لو جيت خليت في واحد صاحبنا هو واحد اللي بيقيس الاجوان كلها، ده معيار بالنسبه لي، ده رجله، المسافه بين رجله ورجله خلاص هيبقى المعيار بتاع كل حاجه. مظبوط كده؟ مظبوط. لان واحد ممكن طويل، فلما يجي يقيس الارض الزراعيه دي رجليه طويله فيطلع ان هي مثلا 60 قدم، مع ان هي في الاصل ممكن 75. ليه؟ لان هو طويل ورجليه كبيره، فكل ما يمشي هو بياكل حتت مني. ما انا عايز واحد، طب لو واحد قصير عمال يمشي خطواته صغيره فهيقيس لي خطوات كتير، فكده انا بقيت بالارض عمال اغلي ومره ارخص عن السعر الحقيقي. فانا محتاج معيار، محتاج حاجه ثابته دي نقيس بيها كلنا، فعشان ما حدش يتظلم خالص نقيس بيها كلنا. طيب قال لك هعمل حاجه اسمها معيار الطول. جاب لك ايه يا عم الحاج؟ جاب لك صاج من البلاتين الإيريديوم، دي ماده وهقول لك ليه استخدمها كمان شويه. الصاج دي يا عم الحاج راح قاطع منها حته من هنا ومن حته من هنا، وقال لك الحته دي هي اسمها متر. كده كده قال لك الحته دي هي اسمها متر. كل ما تحط الحته دي كده مثلا كده يبقى دول مثلا 4 متر، يبقى تاخد الحته تحطها كده تقلب وتقلب، فاهم؟ فبدا قال لك ان من هنا لهنا دي هنسميها كلمه متر، ومن هنا ورايح الناس كلها وهي بتقيس هتقيس كده. اتفقنا؟ يبقى هو راح عامل ايه؟ موحد على الناس كلها المتر.
بدل ما واحد يقول لك لا اصل انا رجلي واسعه شويه، اصل انا رجلي لا انت بتظلمني مش عارف ايه، قال لهم يا جماعه الصاج دي المعيار بتاعكم ده المتر. وبعدين يعني يا مستر ليه بقى من البلاتين الإيريديوم؟ قال لك البلاتين الإيريديوم دي مادة صلبة قوية صلبة، بنسيبها في درجة حرارة 0 سيليزيوس. لازم أفهمك الكلام النظري وأنا بقوله ونقوله بالراحة قبل ما تشوفه مكتوب، يبقى أنت كده حمست، شغلت ودنك وكمان شغلت عينيك وكمان فهمت، فمخك أصلا شغال. يلا بينا يلا بينا. يبقى أنا عندي صاج، الصاج دي قلنا دي بالنسبة لي المتر. الصاج دي معموله من ماده اسمها البلاتين والإيريديوم، من ماده البلاتين والإيريديوم. طيب بعد كده ليه بنستخدم البلاتين والإيريديوم؟ ماده صلبه. طب تاني شرط، لا تتاثر بتغير العوامل اللي حواليها، لا تتاثر بالجو اللي حواليها، مش بتتفاعل مع الحاجات اللي حواليها. ليه؟ ما هي لو بتتفاعل مع مرور الوقت يعني مثلا لو بتصدي، ما هي لو بتصدي هتبدأ تتآكل، فهتبدأ ينكمش مثلا، يقل شويه هيبدأ يتآكل فيبدأ يصغر، صح ولا لا؟ او مثلا مش بيتكون عليها مواد فتبدأ تكبر، لا هي مش بتتفاعل مع اللي حواليها، فطبعا التفاعل بتاعها قليل خالص، فده معناه ان نسبة الخطأ في القياس بهذا الشيء قليل جدا. يبقى انت كده عرفت البلاتين، عرفت قصدي معيار الطول. تعالى بقى نقرأه من على السبورة. يلا بينا يلا بينا، وانا معاك اهو على طول من غير ما نقصقص ونعمل. راح جه قال لك عندي حاجه اسمها معيار الطول. معيار الطول ده عباره عن مين اول الناس اللي استخدمته؟ الفرنسيين. قال لك بحثا عن التعريف الاكثر دقه. قلت لك بدل ما يقول لك لا اصل دي متر دي متر، لا انت طويل، لا انت مش عارف ايه، قال لك عايز تعريف اكثر دقه يجيب من الاخر. وبعدين قال لك طبعا بيحفظ عند درجه حراره 0 سيليزيوس. ليه؟ عشان ما يحصلش انكماش ولا يحصل تمدد ولا اي حاجه من الكلام ده كله. ادي يا عم الصاج بالنسبه لك، طبعا محتفظين بيه فين؟ في المكتب الدولي للموازين والقياس، ده طبعا قريب من باريس. طيب كده انت بالنسبه لك ده البلاتين إيريديوم. هيقول لك دلوقتي ليه البلاتين إيريديوم؟ طيب معيار الكتله راح برضو نفس الكلام، جاب حته من البلاتين الإيريديوم، مسك الحته دي وقال لك يا جدعان من النهارده ده الكيلو. هو كده من النهارده ده الكيلو. اللي عايز يقيس هيقيس بنفس حاجه بقد ده بالظبط. يبقى ده بالنسبه لنا هو المعيار اللي هو الكيلو، عشان ما حدش يقول ده خفيف ده اتقل ده مش عارف ايه، الكميات الكبيره الخطا بيظهر. معلش عفوا. يبقى طبعا الكيلو جرام العياري عباره عن كتله اسطوانه من سبيكه مين؟ البلاتين الإيريديوم، ذات الابعاد. طبعا ابعاد ايه؟ محدده محفوظه، عشان ما حدش يجيب حاجه اكبر او حاجه اصغر، ابعادها محفوظه ومظبوطه برضو في درجه حراره 0 سيليزيوس، وبرضو محتفظين بيها في نفس المكان اللي هو القياس والموازين بالقرب من باريس. خلاص يا صديقي. يا صديقي نقول اخر حاجه طبعا هي السبيكه. السبيكه طبعا قلنا من ايه؟ من البلاتين والإيريديوم. يا ابني بقى الإيريديوم. طيب يا رب. طيب ليه بقى من البلاتين والإيريديوم؟ قلنا واحد مادة صلبة، رقم 2 لا تتفاعل مع المحيط، طبعا بتترك عند درجة حرارة 0 سيليزيوس. خلاص دي بقى مين؟ دي خلاص كده آخر حاجة اللي هي السبيكة اللي بنستخدمها من البلاتين والإيريديوم. طيب آخر حاجة بقى هو معيار مين؟ معيار الزمن، وده بسيط خالص وقلنا عليه قديما كانوا بيستخدموا ايه؟ قديما كانوا بيستخدموا مين؟ البتاع فين؟ كانوا بيستخدموا الشمس او طبعا الشمس او اليوم عموما، فقسموا اليوم لقد ايه بقى؟ ل 24. بالراحه، قسموا اليوم ل 24 ساعه، وقسموا الساعه ل 60 دقيقه، وقسموا الدقيقه ل 60 ثانيه. طيب تعال نشوف. يبقى انا كده عندي اليوم فيه كام ثانيه، تروح ضارب ده كله في الخلاط، يبقى انت عندك اليوم بيساوي 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه، يطلع عندك اليوم يا صديقي فيه قد ايه؟ فيه 86,400 ثانيه. يبقى اليوم فيه مش عجباني برضه، اليوم فيه 86,000
400 طبعا ايه ثانيه. ماشي يا صديقي. فيقول لك الثانيه فيها قد ايه من اليوم؟ تقول له والله الواحد ثانيه هتساوي يوم، طبعا واحد على 86,400 من اليوم. يعني 1 على 86,400 من اليوم دي مقدار الثانية. طيب ده قديم. حديثا بقى استخدموا ايه؟ حديثا بنستخدم الساعات الذرية. زي مين؟ زي ساعة السيزيوم. طب وساعة السيزيوم دي ليه بنستخدمها؟ دقيقة جدا 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 في حساب الوقت. وقال لك عندك 3 حاجات بستخدم فيهم الساعة الذرية. 1 هي ان انا اعرف احسب الوقت اللي الارض بتدور فيه حوالين نفسها. تاني حاجة بقدر اعملها هي تحسين الملاحة الجوية او الارضية، وبرضو بعمل تدقيق او ان انا بعمل اللي هي رحلات الفضاء بتكون مظبوطه بالثانيه، ان لازم في حاجه معينه هتطلع في ملي ثانيه معينه صغيره جدا، فلازم كل حاجه بتطلع بالظبط، والا الصاروخ بيفرقع، او اذا كان الاقمار والحاجات دي بتحتاج دقه شديده جدا في حسبه الوقت. وبس يا صديقي، وبكده تكون انتهت محاضره النهارده. يا رب ما اكونش طولت عليك، لان من المره الجايه باذن الله هطول عليك، فما تقلقش خالص من الحته دي. اخر حاجه يا صديقي عايز اقول لك عليها، السبوره الاهم والاشد اللي لازم تذاكرها كويس، سبورتين. السبوره اللي كان فيها الحاجات الاساسيه كلها، الكميات الاساسيه، لما قعدنا نفنطهم واحده واحده واقول لك الرموز واقول لك كمان الوحدات، دي مهمه جدا. والسبوره كمان اللي انا حولت من الكميات المشتقه للكميات الاساسيه، لان دي هتكون بدايتنا الاسبوع القادم باذن الله. لازم السبوره دي تعملها بايدك كويس وتكون متمكن منها، عشان المره الجايه باذن الله هنقول اللي اتقال ده سريعا، وبعد كده هندخل على طول في شرح الجزء اللي بعده، وهي الصيغه صيغه الابعاد بتاعه القوانين. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتبعت الفيديوهات دي لاصحابك، ولو حد صاحبك في تانية ثانوي يقدر يتفرج علينا. وبس يا صديقي، نحب ننهي بدعاء انتهاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كنتم ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.